الأكلة الشعبية المحببة لقلوب المصريين وغير المصريين. مفيش أي حد بيجي مصر غير ولازم يجرب الكشري المصري. وهقولك كمان على سر قرمشة البصل اللي يخليه مقرمش معاكي بالطريقة دي. طبعا أكيد سامعة الصوت الحلو ده دلوقتي. هقولك على السر اللي يخليه يقعد معاكي مقرمش يومين أو 3 أيام كمان لو كشري قاعد عندك. أهم حاجة ما نسيش لايك وشير للفيديو. لو أول مرة بتشوفيني أنا اسمي سعاد، ويا ريت تشرفيني وتنوريني باشتراكك في القناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عندي هنا عدس بجبة هنقعه في مية بتغلي لمدة 20 دقيقة. 20 دقيقة يا بنات، مش أكتر من كده. عندي بقى كمية بصل حلوة، وانصحك انك تزودي لأن البصل أول حاجة بتتاكل قبل الكشري ما يتعمل أساسا. هنا بقى كمية البصل تكون مغسولة تمام. هبتدي ان انا اقطع جزء من فوق، وبعدين هقطع البصل نصين واقطعها جوليان بالطريقة دي. ولا تكون سميكة قوي ولا تكون رقيقة قوي، ولازم كله يكون متقطع بنفس السمك بالتقريب عشان يستوي كله مع بعض تمام كده. بصوا بقى البصل بتاعي يكون ناشف مفيهوش ميه خالص، قطعته وفككته كده من بعضه. مهم جدا انك تفككيه كله من بعضه. هحط عليه معلقه ونص كبار من النشا. تمام، نشا مش دقيق يا بنات. وهبتدي ان انا ادعكهم كده في بعض بايدي، اقلبهم في بعض لغايه ما اتاكد ان البصل كله اتغلف بالنشا وتشربه كويس. هتحسوا كده ان النشا اختفى من البصل خالص. تمام كده. دلوقتي بقى هنسويه ازاي هقول لكم. طاسه على النار فيها زيت غزير شويه، والزيت يكون سخن قوي. هنختبره كده ببصلايه كده صغيره نحطها، لو لقيناها عملت فقاعات كده يبقى تمام. وبعدين هنزل بشويه كده حلوين من البصل. وما تحطوش كميه كبيره ولا تحطوا كميه قليله، شايفين انا عايزه كده بالظبط، ما يكونش الزيت كله مليان بصل كتير عشان يتحمر معاكي حلو، لانك لو زودتي البصل هيطلع طري ومش هيتحمر. بصوا اول ما يوصل بقى للمرحله دي ايدي تكون فيه واقلب باستمرار عشان كله ياخد لون واحد، ما يكونش فيه بصل فاتح وبصل غامق. والنار هنا يا بنات المفروض تكون مش عاليه قوي، النار وسط، ولا عاليه ولا هاديه قوي. لان النار لو عاليه قوي البصل هيتحمر بسرعه ومش هيقرمش معانا، ولو هاديه قوي هيشرب زيت كتير. فبعد الاكل هنحس كده ان احنا متضايقين بسبب الزيت الكتير اللي احنا اكلناه. تمام، هنحس ان هو تقيل كده شويه على معدتنا. دلوقتي بقى اول ما ياخد اللون الحلو ده هطلعه على مصفى. ولازم يا بنات يطلع على مصفى. ليه؟ لو طلع على مصفى هينزل الزيت بتاعه، مش هيطرى. ده غير لو طلعناه على منديل. لو طلعناه على منديل المنديل هيشرب الزيت بتاع البصل وهيطر لنا البصل. تمام، فلازم يطلع على مصفى. هنا بقى دلوقتي على بال ما الطاسه التانية تتحمر هنعمل ايه. عندي كده حله فيها ميه بتغلي، وهحط فيها معلقه كده صغيره او معلقتين من الملح. هنزل ب 400 جرام من المكرونه العقل الصغيره، و400 جرام مكرونه سباكيتي. انا مقطعه المكرونه على 3 اجزاء. حابه تقطعيها على نصين تمام. بس الكشري مش لازم المكرونه تكون كبيره قوي او طويله قوي فيه، فانا بقطعهم على 3. هحط كده شويه صغيرين من الزيت عشان المكرونه ما تلزقش ببعضيها اثناء التسويه. وهنسلقها سلقة كاملة، يعني هنسويها سوا كامل. تمام. بصوا البصل لازم يطلع على مصفى، مش على ورق مناديل ولا حتى على طبق. هنا بقى بعد ما حمرت كمية البصل كلها والمكرونة كده بتتسلق على النار، هنعمل ايه؟ هنعمل الرز والشعرية والعدس مع بعض. هنا عندي حلة على النار، حطيت شوية من زيت البصل، وهحط شوية من الشعرية دول، حوالي كوباية شعرية هحمرهم كويس قوي. ونزلت عليها بالرز. انا هنا كنت عامله كوبايتين ونص رز، وكوبايه شعريه وكوبايه ونص عدس. المقدار ده بالنسبه لي كان مظبوط جدا. تمام كده. الرز هنا كنت انا غسلاه كويس قوي ومصفياه من اي ميه فيه، حطيته كده في المصفى شويه. تمام، هشوحه كده شويه مع الشعريه. وبعدين هنزل عليه بالعدس، بعد ما طبعا العدس بعد ما اتنقع غسلته كويس جدا من بعد النقع يعني. وحطيته في مصفى يصفي اي ميه فيه. تمام، هقلب كده واشوحهم كويس مع بعض. وبعدين هنزل كده بالملح. انا حطيت تقريبا معلقتين ونص صغيرين كده من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من الكمون. واساسي هنا الكمون يا بنات. وهقلبهم كده مع بعض كويس. الميه بقى بتكون ازاي؟ عشان في ناس كتير الكشري بيعجن منها. بحط حسب مقدار الرز والعدس والشعريه. يعني انا مثلا حطيت كوبايه عدس وكوبايه رز وكوبايه شعريه، 3 كوبايات احط 3 ميه. فهمتوني؟ بيكون الميه نفس مقدار الرز والشعريه والعدس. هخليه بقى على نار عالية. اول ما يبتدي يتشرب المية بتاعته كده هنقله على نار هادية شوية، تكون هادية قوي يعني. وبعدين نسيبه كده تلت ساعة بالظبط لغاية ما يستوي. اهم حاجة بس انك تغطيه كويس، ومش كل شوية تكشفي عليه الغطا. تمام كده.
هنا بقى هنعمل الصلصة، وصلصة يا جماعة بجد تحفة، احلى من بتاعة المحلات بمليون مرة. عندي بصلاية صغيرة، وطبعا بزيت البصل، كل حاجة هنعملها بزيت البصل. بصلاية صغيرة، معلقة كبيرة كده مليانة من الثوم بعد البصل ما يدبل. يعني انا في الاول مش عايزة البصل ياخد لون، عايزاه بس يدبل. وبعدين انزل بالثوم، واول ما ياخدوا لون كده ذهبي، هنا بقى ليكي حرية الاختيار، تنزلي بالخل او تنزلي بالصلصة. انا بفضل ان انا انزل بالصلصة على طول، الخل بعدين. ليه؟ لان الحركة ان انا بنزل بالخل على الثوم والبصل، بحس ان هو بيبقى تقيل شوية على المعدة. تمام، بيعمل حموضة كده شوية في المعدة. فبنزل بالصلصة الاول، والخل بعد غلوتين كده من الصلصة بنزل بالخل. خليكوا انتوا بس معايا كده وهتشوفوا انا عملت ايه بالظبط. هنا المكرونه بعد ما اتسلقت وصفيتها من الميه بتاعتها، هعمل ايه؟ هشوحها بزيت البصل. احط شويه من زيت البصل وهسيبهم يسخنوا كويس قوي، وبعدين هنزل بالمكرونه وهبتدي ان انا اشوح فيها كده شويه. ما تكتريش قوي، يا دوبك بس المكرونه تتشوح في الزيت بتاع البصل وتسخن كده حلو. تمام. هنقفل عليها على طول. والخطوه دي مهمه جدا، بتفرق جدا في طعم المكرونه وبتخليهاش تعجن معاكي ابدا. هنعمل بقى احلى دقه على البارد. عندي معلقه صغيره مليانه من الثوم، عصير 4 ليمونات كبار، نص معلقه كده من الملح، معلقه صغيره مليانه من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره، والشطه دي اختياري براحتك خالص. عندي 4 معالق من الخل، وميه طبعا حسب اختيارك بقى، تحطي ميه براحتك. انا حطيت هنا حوالي، دول يمكن 3 4 كوبايات من الميه، ممكن يكون لتر ميه. تمام كده. وقلبتهم كويس مع بعض. بتدوقيها بقى، محتاجه ملح بتزودي، مش محتاجه تمام كده. انا بالنسبه لي زودت حوالي ايه، ربع معلقه كده صغيره من الملح. تمام، وهتاكلي احلى دقه على البارد. هنا الصلصه بعد ما غليت شويه، حطيت كده 4 معالق من الخل، ومعلقه صغيره من السكر، وقلبتهم كده مع بعض كويس في الصلصة. تمام، هي قربت تتسبك يا بنات. هحط كده معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ورشة كده من الفلفل الأسود. وطبعا الملح حسب الرغبة، انا حطيت حوالي معلقتين صغيرين او 3 من الملح. ده حسب الرغبة بقى بتاعتك، بتحبي الملح الزيادة، بتحبيه قليل، بتحبيه مظبوط، اظبطيه زي ما تحبي خالص. وهنا الصلصة كانت جاهزة معايا، وطعمها وريحتها كانوا حاجة كده فوق الوصف ما شاء الله. بصوا الكشري بتاعي استوى، وعيار الميه اللي انا قلت لكم عليه ده امشوا عليه مظبوط جدا جدا. حطوا الميه قد مقدار الرز والعدس والشعريه مع بعض. بصوا العدس استوى، ولا هو معجن ولا هو ني، بصوا ما شاء الله، حلوة جدا جدا. تلت ساعة بالظبط، وبتقفلي عليه وبتسيبيه كده شوية يتبخر كده مع بعضه، بس لازم تديله تقريبا الأول، وبعدين بتغطيه وبتسيبيه كده شوية يتبخر مع بعضه، بتلاقي اللي على الوش ده كمان استوى وبقى زي الفل. هنا بقى هنغرف الكشري بقى. عايزه اقول لكم طبق كشري والله ما هتاكلوه في اكبر المحلات. تحفه يا جماعه، كفايه النظافه كفايه النظافه كفايه النظافه 3 مرات اهو. يعني اي حاجه بناكلها من بره اكيد مش بنبقى واثقين في نظافتها مليون في الميه، لكن الحاجه اللي بنعملها في البيت بنبقى واثقين في النظافه بتاعتها، وبناكل بنفس حقيقي يعني. هنا بقى هحط الكشري طبعا حسب رغبتك، بتحبي ده زياده بتحبي ده زياده براحتك. حطيت الكشري وفوقيه المكرونه والصلصه طبعا حسب رغبتك. وحطيت البصل، وبقى جاهز معايا احلى طبق كشري. مش هتاكلوه في اكبر المحلات، والله حاجه البيت يا جماعه احلى وانضف من بره بكتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى انتوا تجربوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.